مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيكه ديال الشوكولات بدون بيض ناجحه ان شاء الله من اول استعمال. كتجي مفشفشه وكتجي بحجم مرتفع، كتجي هائله واخا ما فيها لا بيض لا والو، كتجي كلها شوكولات في شوكولات. ندوزو المقادير وطريقه التحضير، ولكن قبل ما تنسوش تخليو لي متابعه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. غنديروا كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، قبيصه ديال الملح، واحد الفانيلا، ساشيه ديال القهوه سريعه الذوبان، جوج ساشيات ديال الكاكاو المر. غادي نزيد عليهم كذلك واحد الكاس ديال الحليب. غادي نخلطوا هذا المزيج مع بعضياته مزيان حتى ينسجم لينا مزيان، ما يبقاش لينا في داك الكاكاو المر الحبيبات ويطلق لينا اللون ديالو. في هذا الاثناء غادي نزيدوا الدقيق. انا عارفه الكميه اللي غادي تناسبني. غادي نزيد جوج كيسان ديال الفورص وغادي نخلط مزيان، وغادي نزيد كذلك الكاس الثاني ثالث غادي نزيد الكاس الثالث. تقريبا خدات ليا 3 الكيسان ديال الدقيق وتقريبا 2 المعالق ديال الفورص. المهم الا كنتو عارفين القياس ديال الدقيق ديالكم يمكن لكم ديروا القياس ديال الدقيق كامل. الا كنتو عارفين بطبيعه الحال الدقيق ديالكم شحال كياخذ لكم في العبار ديال الكيكه. المهم انا عارفه العبار. بالنسبه لما كنتوش عارفين العبار ديال الكيكه ديالكم يمكن لكم تضيفوا كاس ديال الماء يكون سخون، ضيفوه قبل ما ديروا الدقيق باش تاخذوا القياس ديال الدقيق ديالكم. كما قلت لكم الا كنتو نتوما عارفين القياس ديالكم يمكن لكم ديروا الدقيق هو الاول، عاد تزيدوا في الاخير كاس ديال الماء. طيب كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو، انا هنا راه العجينه عندي كما كتشوفوا راها عاقد لي، يعني شوف كما كتشوفوا متمسكه في بعضياتها. دابا عاد غادا نزيد كاس ديال الماء طايب باش يعطيني ديك، باش الكيكه ديالنا تجينا ناجحه ومنفوخه واخا ما فيها لا بيض لا والو. كما قلت لك الا ما كنتيش عارفه القياس يمكن لك ديري الكاس ديال الماء طايب في الاول وعاد ضيفي الدقيق عاد باش كتاخدي العبار ديال الدقيق ديالك. كما كتشوفوا خاصكم تعرفوا العبار ديال الدقيق ديالكم. انا راني عبرت يعني خديت يعني في اي كيكه كندير 3 الكيسان وجوج معالق ديال الدقيق في اي كيكه مختلف بدلت الدقيق. في هذا الاثناء كما كتشوفوا خلطت الخليط ديالي مزيان. غادا نزيد عليه 3 الخمارات، ضروري 3 الخمارات باش كتجينا ديك الكيكه طالعه. ما تنساوش راه ما فيهاش البيض. غادا نزيد تقريبا واحد 2 معالق ديال الخل فوق ديك الخميره باش تفعل لينا ديك الخميره باش تجينا الكيكه ديالنا طالعه مزيان. عفوا 3 المعالق ديال الخل، ولا يمكن لكم ديروا 3 المعالق ديال الحامض. غادي نخلط مزيان داك الخليط ديالي مزيان حتى تنسجم معاه ديك الخميره وداك الخل. غنخلط مزيان وغادا ندوز باش نكتب رقم 8. كما كتشوفوا هذا هو الخليط ديالنا صافي. هنا ما خاصو لا دقيق لا والو، كتبقى معكم ديك رقم 8 مده طويله عاد كتمشي. القالب ديال الكيك عندي مدهون بشويه ديال الزيت ومرشوش بالدقيق. غادا نصب فيه داك الخليط ديالي وغادا نهز الخليط الفوق الفوق عاد نخوي باش يجينا الكيكه ديالنا تجي مفشفشه. وغادا نسرح داك الخليط ديالي باش يجيني مقاد والكيكه ديالنا مي طيب لينا تجينا مقاده، ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه عفوا. غادا ندير المقله ثقيله تحت المول لحقاش المول عندي شويه رقيق يعني غير قصدي تقدر تحرق ليا الكيكه من التحت. غندخلها في الفران يكون بارد مده 45 دقيقه او اكثر. المهم راكم كتعرفوها تقيسوها بشي فورشيطه ولا هكا. الا بانت لكم مازال خاصه زيدوها مازال خاصه. صافي ملي كيطيب ليا كنطفي عليها الفران وكنخليها في الفران باش كيبقى ليها داك الصاد باش تزيد طلع لينا. غير كنخرجوها كندخلوها للثلاجه باش كتبرد. عاد يمكن لينا ديك الساعه نقلبوها في المول ديالنا او الطبسيل ديالنا. غادا نتقبها بواحد الفورشيطه باش نسقيها بالماء ونسكافيه اللي وجدتو على قبل. الماء ونسكافيه في الماء طيب وجدتهم على قبل تبردوا وسقيت بهم الكيكه ديالي. غادي نخلي الكيكه كتشرب وندوز باش نوجد الكريمه. درت 2 كيسان ديال الحليب، زدت عليهم ساشيه ديال الكاكاو المر، 2 معالق ديال كريم باتيسير او النشا، وغادي نزيدو 2 معالق ديال السكر. غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم ما يبقاش ليا داك الكاكاو المر او كريم باتيسير محبين ليا. كما قلت لكم
لكم راه تقدروا تستعملوا انشا عوض كريم باتيسير. غادا نديرهم فوق النار وبقى نخلط 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 تنتحصل على واحد الكريمه تكون شويه عاقده كما كتشوفوا. غير كتعقد لنا الكريمه كنزيدوا عليها تقريبا 8 القطع من الشوكولاط الكحل، او يمكن لكم تضاعفوا الكميه ديال الشوكولاط كيبقى لكم اختيار. صافي غير كنشوفوا الكريمه عقدت لينا كنطفيو عليها، كنزيدوا عليها واحد المعلقه ديال الزبده سمحوا لي باش تعطينا الزبده اللمعان، وكنحيدوها من فوق البوطه كنضيفوها نيشان فوق الكيكه ديالنا بعد ما درنا فيها واحد ثقوب كبيره باش ديك الكريمه تنزل لينا لداخل في الكيكه، وتجينا الكيكه ديالنا مسقيه بالشوكولاط وتجينا فيها الشوكولاط من الداخل. عفوا كنسرح الكريمه ديالي بشكل متساوي باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. كنزوقها بالشوكولاط اللي قطعته طريفات رقيقين بزاف كما كتشوفوا. يمكن لكم تزوقوا بالكريم باتيسير. صافي كنزوقوا كندخلوها للثلاجه تبرد وكنقدموها في الصحه والراحه. هاد الكيكه خصوصا الناس اللي كيعانيو من حساسيه البيض ما كيقدروش ياكلوا الكيكه اللي كتكون فيها البيض، هاد الكيكه راه مناسبه لكم. ما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي ما كياكلوش البيض، هاد الكيكه راه مناسبه لهم، كتجي ناجحه 100% وبالصحه والراحه.